يا صباح الهنا، صباح الفل، صباح الرضا عليكم او مساء الفل على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. النهارده بقى يا بنات هنعمل كده مع بعض حلة محشي بطعم وريحة ايام زمان على طريقة امهاتنا كده. المحشي اللي ما بيتغيرش ولا فيه تكات ولا فيه اسرار، وكلنا بنعرف نعمل محشي وزي الفل. بس غلطة الشاطر بألف، وبعدين برضو غلطة بسيطة هتوقعك في مشكلة كبيرة. مش عيب ان احنا نسأل، مش عيب ان احنا ندور، مش عيب ان احنا نبحث عن الاكلات، سواء في اليوتيوب، سواء تسألي ماما، اختك، صاحبتك، اي حاجة. انا بقى هنا اتدبست بقى كده يا ولاد، قال ايه خير اللهم اجعله خير. سمعت ان المحشي البتنجان بيتقل شويه في الزيت قبل ما تحشيه، بيبقى طعمه احلى وشكله احلى. طب ماشي تمام وزي الفل. طب يا بنتي اسالي امك، صاحبتك، اختك، اسالي اي حد، دوري على اليوتيوب يا شيخه. لا للاسف كده من نفسي قليته في الزيت زي ما انتم شايفين كده، في كميه زيت كتيره جدا، واتقلى معايا كاني هعمل له الدقه بتاعته، فبقى طري جدا. فبقى طري معايا جدا جدا. يعني نص كيلو ورق العنب بياخد معايا حشو نص ساعة، وابقى ظهري بيوجعني وايه مش عارفة. انما 10 كيلو بتنجان ممكن ياخدوا برضو معايا نص ساعة. انما حبة البتنجان اللي انا قليتهم قدامكم دول في الزيت خدوا معايا ساعة كاملة حشو. يعني ما كانوش هيتحشوا اساسا، بالعافية لما لصمته وحشيته. بس في الاخر طلع طعمه حلو طبعا. فمش عيب ان احنا نسأل، ومش عيب ان احنا ندور في اليوتيوب عشان المحشي يطلع معاكي سهل. لو انت هتحشي ورق عنب وبتنجان وكوسه، قوري الكوسه والبتنجان الاول واركنيهم على جنب، وبعدين قطفي ورق العنب الاول، اسفه، وبعدين قوري البتنجان والكوسه واركني على جنب، وابتدي خرطي الخضره. اللي وصل معايا لحد هنا يحط لي لايك وتعليق حلو من قلبه، وشجعوني عشان اكمل بقيه فيديوهات. بصوا بقى، قورت وهركنها على جنب زي ما انتم شايفين كده. ما خدتش معايا وقت برضو، كنت جايبه كميه بسيطه من الكوسه وكيلو بتنجان ونص كيلو ورق عنب. فما شاء الله والله ما خدش معايا وقت. زمان كانت خلطه المحشي دي او الدقه بتاعه المحشي معضله بالنسبه لي، وبالنسبه لنا كلنا كبنات في اول جوازنا او بنات قبل الجواز، نحس ان المحشي ده اصعب حاجه. مره واتنين وتلاته واربعه اتعودتي عليه، تحسي ان اسهل الاكلات هو المحشي. اسهل الاكلات بعملها، وطبعا بيبقى طعمه حلو لينا ولعيالنا، فبيبقى ايه لذيذ جدا كده وطعمه حلو وسهل. طبعا دقيقة المحشي او خلطة المحشي دي عملتها معاكم كذا مرة. انا عندي السمنة البلدي والله يا جماعة، وبحب استخدمها كتير جدا. بس هنا اول الخلطة بتاعت المحشي لازم اعملها بزيت. فاول حاجة ممكن هحط كده على الخلطة في الاخر معلقة سمنة بلدي، انما لازم اعمل التسبيكة الاول بالزيت. مش عارفة انا اتعودت على كده ومش حابة اغيرها خالص. ورق العنب ما بياخدش سليق كتير، يا دوبك اقلبه هنا وهنا، مش هياخد دقيقتين على النار ويطلع ويبقى زي الفل. تعرفي ازاي ان تسبيكة المحشي اتسبكت وبقت مية مية؟ لما تلاقي الإدام بتاعها طلع على الوش. يعني ايه يا ناهد الإدام طلع على الوش؟ يعني سواء كنت حاطة زيت هتلاقيه خلاص طلع على الوش، حاطة سمنة طلعت على الوش، كده يبقى التسبيكة بتاعتك اتسبكت جدا. في ناس بتعمله ني في ني وبيطلع تحفة طبعا وكل حاجة، بس خلاص انا اتعودت ان اعمل المحشي مسبك. غسلت الرز وصفيته، وبعد ما نزلته خلاص كده هطفي النار واحط الخضره بتاعتي، ويبقى كده التسبيكه مية مية. تروحي وتيجي بيها كده ما تلاقيهاش نزلت ميه، يبقى انت ماشيه تمام والتسبيكه او الخلطه بتاعتك صح. انا شايفه اني ما بياخدش معايا وقت. ليه؟ ورق العنب لان دي اسهل طريقه عندي ان الفه على ايدي كده زي ما انتم شايفين. طبعا لما اجي اقور صوابعي بتتبهدل زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو، كانت صوابعي متبهدله بسبب تقوير البتنجان والورق العنب برضو تقطيفه. اسهل حشو عندي، اسهل حاجه عندي في حشو الورق العنب ان انا احشيه على ايدي. جربت احشيه على الترابيزه، جربت احشيه على الطبق، بصراحه ما نفعش معايا خالص وما لقيتهاش جايه معايا. اسهل حاجه بعملها على ايدي زي ما انتم شايفين كده، بخلص ما شاء الله الكميه، بياخدش معايا وقت كتير. هو اي نعم متعب، بس اسهل طريقه انك تحشيه على ايدك او على حسب ما انت اتعودتي. شايفين ورق العنب اللهم بارك، واحده قد واحده وناعمه ازاي وجميله ازاي. لما تجيبي ورق العنب غالي شويه مش هيغلبك. طب يا ناهد لا، ما في ناس، انا صدقوني انا جربت اجيب الرخيص ده بيتهدر نصه. يعني هتيجي تحسبيها تلاقيها هياها، بيبقى ناشف الرخيص وبيتهدر نصه. مش زي الورقه الناعمه ما بتهدريش منها اي حاجه، وبتبقى سهله معاكي وطعمها كمان حلو جدا. فلو جيتي حسبتي الفرق هتلاقيها هي.
نيجي لاهم خطوه عندي. طبعا دي مش خطوه اساسيه، حطيناها بيبقى طعمه حلو، ما حطيناهاش بيبقى طعمه حلو زي الفل برضو. دي كأنك حطيتي شريحتين 3 ليمون كده من الدبس الرمان، حطيت معلقة كبيرة. دي طبعا يعني حركة اختيارية، عايزة تحطي ماشي، مش عايزة خلاص. بتيجي بقى تسقي ورق العنب، ما بتطلعيش الشوربة فوق السطور اللي فوق دي، بتبقى اخرها اخر سطر كده الشوربة. عايزة تسويه بزيادة شوية ممكن تزودي الشوربة شوية، بس هو كده مقداره هيطلع ان شاء الله مظبوط ومستوي حلو جدا. فاللي وصل معايا لحد هنا يحط لي لايك وكومنت حلو من قلبه، واللي لسه ما اشتركش معانا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بقدمه. واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه. هتحطي بقى طبق، جيت احط الطبق ده لقيته كبير شويه، حطيت طبق استانلس وهتغطي عليه، تعلي في الاول النار لحد ما يتشرب، وبعد كده توطي عليه لحد ما يتشرب خالص ويستوي معاكي.